في حاجه كبيره ومخيفه جدا بتحصل دلوقتي في ايران. خلينا اشرح لك الكلام على ايه. النهارده يعتبر اليوم السادس من مظاهرات عنيفه، ولحد دلوقتي في على الاقل 7 ماتوا ومئات المصابين، وطبعا عدد كبير جدا اتقبض عليهم. المظاهرات دي تعتبر الاكبر والاشرس في ايران من اكتر من 3 سنين، والموضوع مش بيهدى، بالعكس ده بيكبر. يوم الاربعاء اللي فات الحكومه فجاه اعلنت كده عن اجازه رسميه، وقفلت المدارس والجامعات والمؤسسات الحكوميه، وقالوا ان السبب ارتفاع الحراره. بس الناس ما كلتش من الكلام ده، وشافوا ان دي محاوله مكشوفه لمنع التجمعات، وده خلى الناس تتحدى النظام اكتر وتنزل في الشوارع. وامبارح الوضع قلب دموي، وفي تقارير وصور سربتها الجارديان بتاكد ان الشرطه استخدمت رصاص حي وطلقات خرطوش ضد المتظاهرين بدم بارد. والمتظاهرين من ناحيتهم بيقولوا ان الحكومه بدات تقطع الانترنت عشان تداري على اللي بيحصل وتمنعهم يصوروا وينشروا الفيديوهات للعالم. لكن الاهم من كل ده بقى ان ترامب دخل على الخط وقال لو النظام الايراني ضرب نار وقتل متظاهرين سلميين احنا جاهزين ومعمرين السلاح ومستعدين. فكره ان المظاهرات دي بدات زي معظم المظاهرات بسبب الحاله الاقتصاديه الصعبه والعمله اللي قيمتها نزلت اكتر من النص وخلت الاسعار بقت نار. لكن دلوقتي الوضع بقى اكبر بكتير، وبقى في ناس بتطالب بتغيير النظام كله وانهاء سلطه المرشد الاعلى نفسه. بس طبعا ناس كتير على الناحيه الثانيه برضه بيقولوا ان المظاهرات دي مفتعله، وان امريكا واسرائيل ليهم دور كبير جدا في الموضوع عشان يوقعوا البلد من جوه. والسؤال بقى، تفتكر ايران هتعرف تلم الموضوع ولا المظاهرات دي فعلا هتقلب النظام؟